أهلا وصفة جديدة من وصفاتي معكم. كعكة بريوش التوت، يلا مع بعض نسويها. راح نبدأ أول شيء نفعل الخميرة. عندي هنا الحليب ولازم يكون بدرجة حرارة المطبخ، وراح نضيف له السكر والخميرة ونتركهم لحد ما يتفعل. تفعلت عندي الخميرة، راح أضيف الآن بيضة، نحركها لحد ما تندمج مع باقي الخليط. راح أبدأ بإضافة الدقيق بالتدريج وأعجن مع رشة الملح، وأكمل الدقيق لحد ما تخلص الكمية بالكامل. وراح أكتب لكم كل المقادير بالكومنت وصندوق الوصف. أضفت كمية الدقيق كلها والتمت العجينة. الآن راح نضيف ملعقتين زبدة بدرجة حرارة المطبخ ونكمل عجن. نغطي العجينة ونتركها، بحط عليها فوطة بعد ونتركها بمكان دافي، ممكن جوا الفرن تقريبا تاخذ لها 40 دقيقة على حسب حرارة مطبخك، وبعدها نرجع. التمت معي العجينة بعد ما أضفت لها الزبدة. الآن على الوجه شوية زيت، أدهنها بهالشكل عشان ما تنشف معي، وراح أغطيها لحد ما تخمر تماما. بعد تقريبا ساعة خمرت عندي العجينة، وراح أقطعها إلى 6 أقسام. وبعدها نمسك كل جزء ونحاول نكوره بهالشكل. وناخذ أول كورة ونفس الشيء راح نقسمها إلى 6 أجزاء، وناخذ أول جزء ونفس الشيء نرجع ونكوره بهالشكل ونكمل الكمية وأرجع لكم. على بال ما نخلص من تكوير الكورة الصغيرة، عندي هنا قوالب فخار، تبون معدن تبون تيفال براحتكم، أي قوالب أنتم تفضلونها. ونفس الشيء تبون تدهنونها بزبدة بزيت بسمن براحتكم، ندهنها بهالشكل. القوالب اللي دهناها بالزبدة مثل ما انتم شايفين، نمسك الكور حقتنا ونرصها بهالشكل بهالطريقة. بكمل الكمية، بسم الله بكمل الكمية وارجع لكم. بعد ما اكتملت عندي راح اغطيها بالفوطة لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق يبي يكون تضاعف حجمها. عندي ورق زبدة قصيته دائرة بهالشكل ويكون أصغر من محيط الفخارة مثل ما انتم شايفين. وبعدين سكر بودرة، لحظة المكيف جالس يطيرها، عندي سكر بودرة واللي برشه على الأطراف بهالشكل. الجزء الوسط اللي ما جاء سكر راح ندهنه يا بصفار بيض أو بشوية حليب، خلوها بس على الجزء الوسطاني. عندي هنا مربى توت، راح أنزله بكيسة حلواني وأرجع لكم. المربى راح ينزل بالجزء أو الفتحة اللي احنا حطيناها بالشكل هنا. تتحب أنتم تحبونه كتري كتري أو خلوه نكهة بس. على الفرن تتحمر من تحت وبعدين من فوق.